السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم وصفه من وصفات فصل الربيع، كيف ما يعني سبق لي قلتها لكم في الفيديو الاول. فهنايا جيت نقدم معكم هاد الحريشه اللي كتصايب مرصيطه. كما كتشاهدوا معايا في اعلى الصوره، هي هذيك مرصيطه كتباع بحال شكل النعناع. وهنايا كنغسلها وكنقاد لها هذوك الوريقات ديالها، هما اللي كناخذ كنغسلهم مزيان وكنطحنهم. هنايا خديت الكميه يعني اللي كتبغيو نتوما ديروها. فانا خديت يعني قياس ديال 4 ديال المعالق كبار مع نص كيلو نتاع سميده خاصه بالحرشه. ضفت ليها واحد الكيس ديال خميره الحلويات، وزدت واحد الرشيشه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر حبيبات، ونص كاس ما بين زيت البلديه وزيت الروميه. صافي هنايا غادي نخلط الخليط ديالي مزيان، غادي نبسبسو بهذيك الزيت حتى يعني كيتبسبس كامل. فهذا هو سر من الاسرار باش كتنجح معنا الحرشه. واخا ما تكونش فيها مرصيطه يعني خصها تبسبس مزيان باش كتجي فتيه، وفي نفس الوقت ما كتجيش معقده من الداخل. صافي هنا بقيت كنضيف الماء اللي هو دافي، وخلط الخليط ديالي وغنخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق. وغادي ناخذ المقله ندهنها مزيان بالزبده ونرشها بالسميده. صافي ايفيكتيفمون كندير الخليط ديالي وكنبسطو مزيان، وكنعاود ليه الوجه ديالو الجنيبات، وكنرشو بالسميده كيف ما كتشاهدوا باش ما كتلصقليش فين كنقلبها. صافي كنوضع هنايا واحد الفتيحه باش انها ما كتنفخليش الحرشه ديالي فين كتكون كطيب، وكتجيني محمره كامله ومتساويه. فهنايا هانتوما كما كتشاهدوا بعد ما طابت لي على نار متوسطه. هنايا انا قطعت معكم الطريف كيف ما كتشاهدوا، يعني راه باينه انها جايه يعني فتيه صراحه، كتجي محمره ومقرمشه وفي نفس الوقت فتيه كتذوب في الفم. فكنتمنى انكم تجربوها. فصراحه انا درتها مره ما جوج وعجبتني، وفاش بغيت نعدلها اخر مره يعني قلت نشاركها معكم، فقبلوا على التصوير ديالي. كنت كنصور بيد وكنخدم بيد، فهنايا هذه المره الاولى اللي كنت عدلتها فيها. صراحه كتجي رائعه وصحيه، وهذه الوقيته ديالها. فهنايا كنجيو لنهايه الفيديو، كنقول لكم مع السلامه وشكرا على المتابعه، الى اللقاء.